Wanna keep you drunk, wanna keep you drunk, hey. Wanna keep you drunk, wanna keep you hip, to keep you hip, to keep you hip, to keep you hip. Wanna keep you hip, to keep you hip. Bodies, baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just, baby, making bodies we just, baby, making bodies we just. Let's go. شايفين يا بنات؟ دي شكل الكفتة بعد ما خرجت من الفرن. عندك اكتر من طريقة ممكن تسوي بيها الكفتة، على الجريل، على البوتاجاز من فوق، ممكن كمان تحطيها في الشواية بتاعت الفحم. اي طريقة انت حابة تسوي بيها الكفتة بتاعتنا دي بتتسوى باي طريقة. اهلا بيكم حبايبي، حبايب مطبخ هنجيب من الاخر. النهارده يا بنات انا هعمل لكم كفتة الحاتي. الكفته اللي احنا بنشتريها بقد كده، لا احنا هنعمل احلى كفته وفي البيت ومتجربه ومن الاخر. وصفاتنا دايما من الاخر. هنجيب يا بنات دلوقتي، انا جبت في الاول بصلايه كبيره وضربتها في الكبه، ماشي اهو تمام، بس ما خليتهاش يعني ايه تبقى ميه، لا فرمتها الفرمه دي وحطيت لها ملح، تمام، علشان انا عايزه افصل ميه البصل عن البصلايه نفسها. شايفه لما ندوس عليها هنلاقيها بتطلع الميه نفسها. هعمل ازاي الحركه دي يا بنات؟ من خلال هجيب من البصل ده احط في المصفى بتاعتي السلك الناعمه الخفيفه دي هنا، وهضغط بالمعلقه وهنزل الميه كلها، وهستخدم في الوصفه تفل البصل بس. حبيت اوريك النقطه دي عشان عايزه البنات اللي عايزه تعرف هنفصل تفل البصل عن البصل ازاي. هجيب نص كيلو لحمه، معاه حوالي من تمن الاكتر شويه دهن. التكايه اللي احنا بنلاقيها في الكفته اللي بره والطعم الجميل بتاع كفته بره وكفته الحاتي اللي بناكلها في المطاعم، الدهن، عشان تبقوا عارفين هو الدهن هو اللي بيعمل التكايه دي، تمام. هنجيب يعني انا مثلا بصراحه يعني انا لما بحط النص كيلو بحط له ربع كيلو دهن، مش كتير، لا مش كتير، هو ده اللي بيديني طعم، ده بيخليها بتوصل الكفته كأن ان انا عامله طرب كمان مش كفته بس، من حلاوه الكفته. وهجيب ايه بس بهارات، ملح وفلفل، كعبين خضار، ومعلقه بهارات لحمه بس، مفيش اي زيادات تاني. ملح وفلفل، كعبين خضار، ومعلقه بهارات لحمه. وهعمل ايه كمان يا بنات؟ هجيب معلقه، حابه اوريكم، معلقه بقسماط ناعم، معلقه كبيره بقسماط ناعم، من معلقه لمعلقتين، احطه برده في الخليط بتاعي. اما السر بقى اللي هيخلي لي الكفته بتاعتي نافشه والكفته بتاعتي طريه والكفته بتاعتي جميله، معلقه بيكنج باودر، ولا هيخلي لك الكفته كبسه ولا ناشفه ولا نص ونص، لا، معلقه بيكنج باودر هتظبط لي الموضوع كله. هضرب كل الخليط بتاعي ده وكل الحاجات اللي قدامي دي في الخلاط، وهرجع لكم واوريكم الكفته بتاعتي وانا بصبحها وبعمل ايه يا بنات. ضربنا كل المحتويات بتاعتنا يا بنات في الكبه اهو. انا عايزاكي لما تيجي تضربيها تطلع لك خيوط كده، شايفه انا نعمتها لدرجه ايه، خيوط، تمام، خيوط كده، الخيوط بتاعت اللحمه نفسها طلعت، ماشي، هو ده اللي هينجح لك الكفته، تمام اهو، جميله وما بتلزقش ولا اي حاجه. طيب هنشيشها ازاي او هنعمل الكفته ازاي؟ في العصيان بتاع الشيش طاووق، حطها في ميه سخنه، ميه سخنه جامده، تمام، وحطها فيها، ماشي، وانقعهم دول لمده 10 دقايق ولا حاجه، ماشي يا بنات. طيب فاكره البصلايه اللي احنا بشرناها وقلنا هنفصل الميه عن التفل نفسه بتاع البصل؟ ادي ميه البصل اهو، اكيد مش هنرميه. الميه بتاعت البصل دي هنصبع بيها الكفته. يعني ايه هنصبع بيها الكفته؟ يعني هندهن ايدينا ميه بصل اهو، ندهن ايدينا ميه بصل اهو، وهنجيب حته الكفته بتاعتنا، حته العجينه، تمام اهو، ما اقولكوش على ريحتها وريحه التوابل بتاعتها، لسه جايبين 2 شيش طاووق اهو يا بنات، وهنعمل كده، هشيش كله. انا جبت صينيه عندي اهو وحطيتها ايه وغلفتها ورق فويل،
ماشي. هشيش كله واوريكي انا عملت كام صباع كفته، وصوابع كبيره يعني محترمه، مش حاجه صغيره وبس. هوريكي كل حاجه بعد ما اصبع الكميه اللي عندي كلها، وهوريها لك، وهنقول لك هنقعدها قد ايه، او ولا هندخلها، ولا هنعمل ايه بالظبط. انا بصوا يا بنات كده انا صبعت كميه الكفته بتاعتي كلها اللي عندي، شايفين؟ حطيت 2 ليه شيش مش واحد بس، علشان يبقى اللي جوه الفراغ يبقى كبير. تمام. ما عندكيش شيش بقلم رصاص نضيف يعني، تمام، وفي اخره كده اغسليه كويس وصبعي عادي. بقلم جاف نفس الكلام، بايد معلقه رفيعه تكون رفيعه عندك وصبعي عادي، كل ده ينفع يا بنات. تمام. بصوا يا بنات، طب دلوقتي اللي تقول لي مثلا انا ما عنديش كبه وهكسل اعمل الكفته بتاعتك دي، اعمل ايه؟ اقول لك تقولي للجزار انك انت عايزه اللحمه بتاعتك المفرومه والشين، علشان انا هعملها كفته. هو الجزار هيعرف ويعملها لك وشين. وتجيبي طبقه عندك او بوله، وتجيبي البصلايه اللي انت بشرتيها مثلا في المبشره، وتعصريها كويس زي ما انا قلت لك. هنعصر البصله كويس عشان نفصل ميه البصل عن البصل، عشان ميه البصل هنستخدمها بعد كده في تصبيع الكفته، او ممكن تستخدمي ميه البصل في حاجه تاني، في تتبيله بفتيك، في تتبيله بانيه. دي ميه البصل بتبقى هايله. وبعد البصلايه اللي احنا حطيناها ونحط التوابل ونعجنهم كلهم مع بعض، وكده انت عملتي عمل الكبه بالظبط. انا مش عايزاكي تعطلي، انا مش عايزاكي انك تقفي على حد معين وتقولي لا انا مش هعرف اعمل، انا لا ما عنديش المكونات. مكونات سهله وموجوده في كل بيت، مكونات بسيطه جدا جدا جدا. انا يا بنات هريح الكفته بتاعتي دي لمده ساعتين. انا ما ريحتهاش بعد ما ضربتها، لا وهي عجينه كده ما ريحتهاش، لا قلت هصبعها، وبعد ما اصبعها هريحها لمده مثلا ساعتين فيما فوق. يعني ممكن الساعتين دول يبقوا 3 يبقوا 4، كل ما قعدت كل ما التتبيله خدت من طعم التتبيله وبقت طعمها جميل جدا. وبعد كده هدخلها الفرن واوريكم يا بنات احلى كفته طريه، مش كشه ولا شكلها غريب كده، مش هي اللي احنا بنحبها ولا اللي احنا طالبينها. هوريكم يا بنات احلى كفته حياتي ممكن تاكلوها بعد ما اخرجها من الفرن.